اللي في الصورة دول كوثر وسعدية، أشهر اسمين في المنوفية من 20 سنة. حياتهم كانت عبارة عن شغل مباشر مع الشيطان، كل أنواع السحر كانوا بيعملوها، وشهرتهم عدت كل المراحل. وزي ما حياتهم كانت مرعبة، نهايتهم كمان كانت مرعبة جدا جدا. 2003 في محافظة المنوفية، بالتحديد داخل قرية في مركز الباجور، طابور كبير من الناس كل واحد مستني دوره عشان يدخل يقابل كوثر وسعدية. والكلام اللي الناس بيقولوه لبعض إنهم جايين عشان ياخدوا البركة، وهم عارفين كويس إنهم جايين لأشهر سحرة في المنطقة، واللي قدروا يقنعوا الناس إن هم سبب في سعادتهم أو نهايتهم. ويا ويله اللي يكسر كلمة للأختين كوثر وسعدية. عندهم قدرة مش عادية للسيطرة على عقول الناس، وكل واحد كان بيروح بمزاجه. المكان كان زحمة فعليا، لكن أول ما هتدخل بيتهم هتلاقي الدنيا مختلفة تماما. البيت كان متقسم بطريقة معمول حسابها كويس، وكل واحد له مكان. اللي عاوز يعمل أو يفك سحر بسيط في أوضة، إنما اللي عايز يعمل سحر سفلي أو حاجة أكبر من كده له مكان تاني خالص. وفي نفس الوقت كله بحسابه. مفيش حد في القرية ما كانش بيخاف منهم، واللي عايز يمشي وهو مطمن يبعد حتى عن سور البيت بتاعهم. لحد ما كل حاجة اتغيرت بعد ما ولادهم صحيوا من النوم على منظر كوثر وسعدية وهم مقتولين، مرميين على الأرض في صالة بيتهم، غرقانين في دمهم، مذبوحين وإيديهم مقطوعة تماما عن جسمهم، والأصابع مرمية في أكتر من مكان. منظر مرعب جدا. الأهالي تبلغ رجال الأمن عشان يوصلوا بسرعة من بشاعة البلاغ، ويوصل رجال الأمن ومعاهم رجال المعمل الجنائي عشان يحاولوا يعرفوا ايه اللي حصل بالظبط في بيت كوثر وسعدية. وأول ملاحظة إن مفيش عنف خالص في دخول البيت، كل الأبواب والشبابيك سليمة، وواضح إن الجريمة حصلت من ساعة أو ساعتين بالكتير، وآخر ناس مشوا من عندهم كانت الساعة 2 بالليل. الجريمة كلها حصلت في مدخل البيت. جثة كوثر كانت قريبة جدا من باب البيت، وسعدية بعيدة عنها بحاجة بسيطة. الملاحظة المهمة في عملية الذبح وقطع الإيد، واضح إنه هو تم بسكينة حامية جدا، وتم فحص مسرح الجريمة كويس ورفع كل البصمات اللي جوه البيت، اللي طبعا كانت كتيرة جدا بسبب الزحام اللي كان دايما عندهم. وبعدها يتم نقل الجثتين للطب الشرعي لتحديد وقت وسبب الوفاة. والطب الشرعي كان عنده نفس الملاحظة، إن الذبح اللي كان عند الأختين والإيدين المقطوعة كلهم تموا بشكل احترافي جدا. حد عنده خبرة كويسة جدا في مسكة السكينة والذبح في اتجاه واحد، واختيار منطقة الذبح اللي تنهي على الحياة على طول، وهو ده كان سبب الوفاة. إنما وقت الوفاة هو ده اللي كان غريب. الفرق بينهم كان مجرد دقايق، وواضح إن مفيش أي مقاومة، وده يقول إن اللي عمل كده هم عارفينه كويس جدا جدا. والغريب في الموضوع إن مفيش حد سمع أي صوت أو مقاومة، برغم إن طبيعة الكرة عكس كده خالص، أي صوت بيتسمع على طول. ومين الشبح ده اللي قدر يخش البيت ويعمل كده ويمشي من غير ما حد يحس بيه؟ ومن هنا يبدأ تحقيق رجال الأمن عشان يحاولوا يعرفوا ايه اللي حصل لكوثر وسعدية. تحديدا ان رجال القرية كانوا بيقولوا ان ده غضب من الشيطان عليهم، او انهم كانوا بيحضروا عمل سفلي واتقلب عليهم. وطبعا في الوقت ده الاشاعات بتكتر جدا، بس طبعا الكلام ده ما بينفعش مع رجال الامن. الموضوع محتاج ادلة وحاجات يقتنع بيها العقل، وكان لازم يجمعوا كل المعلومات عنهم. والحقيقة إن دي كانت أسهل جزء في القضية. من حوالي 6 سنين يختار كوثر وسعدية إن هما يشتغلوا في السحر والشعوذة، إن هما يعملوا سحر وأعمال لناس ويفكوا سحر وأعمال لناس تانية. شغلهم في السحر والشعوذة واضح إن هو كان ناجح جدا، وده بسبب إن كان في ناس كتير كانت بتروح لهم، سواء من القرية أو أماكن حواليهم، وأحيانا من مدن تانية. وبعد سنتين من شغلهم اشتروا البيت اللي اتقتلوا فيه ده، وكانوا عايشين مع بعض بولادهم في نفس البيت، وقدروا في وقت قليل يكسبوا فلوس كتير جدا من الناس. وده كان واضح جدا من كمية الذهب اللي كانوا لابسينها في ايديهم، واللي بسببه برضه رجال الامن رجحت ان القطع اللي في الايدين ممكن يكون جدا بهدف السرقة، علشان كان في ايديهم كمية كبيرة من الخواتم والغوايش فعلا كانت ملفتة للنظر. لحد دلوقتي فكرة ان رجال الامن تطلع مشتبه فيه كانت صعبة جدا، وده بسبب طبيعة شغل كوثر وسعدية، وبسبب كم الناس اللي كانت بتروح لهم يوميا. فكان الترجيح الأكبر إن اللي عمل كده هيكون حد من الزباين اللي كانوا بيترددوا عليهم، وده بسبب إن ما كانش فيه أي علامات عنف أو أي اقتحام كان موجود في البيت بتاعهم. رجال الأمن تكمل تحقيق وتبدأ تبحث في دايرة علاقاتهم وطبيعة العلاقة اللي بينهم وبين أهل القرية، اللي أغلبهم أكد إن هم كانوا بيخافوا منهم جدا، لحد ما توصل معلومة مهمة جدا. واحد وهو بيتكلم من أهالي القرية مع رجال الأمن بشكل طبيعي
قال لهم إن في واحد جزار ساكن في البيت اللي جنب بيت كوثر وسعدية، مختفي من القرية، وبرغم إن هو مش مقيم بشكل كامل في القرية، على الأقل كان بيجي مرة أو مرتين في الأسبوع لأنه كان متجوز هناك. بس المرة دي ما ظهرش خالص. المعلومة دي على الرغم إن هي اتقالت بشكل طبيعي في وسط كلام الشاهد، لكن تلفت انتباه رجال الأمن، لأن الراجل ده شغال جزار. والذبح اللي حصل وقطع الإيد بيقولوا إن اللي عمل كده متمرس وعنده خبرة في مسكة السكينة. ميزة الكرة الصغيرة هنا إن الناس كلها بتبقى عارفة بعض، وفي بعض الأحيان بيكونوا عارفين التفاصيل الداخلية عن بعض. ولما سأل رجال الأمن أهل القرية عن الجزار ده، عرف إن هو اسمه شعبان السيد، جزار أساسا في منطقة الشرابية في القاهرة، لكنه اتجوز واحدة من نفس القرية اللي كان أحيانا بيقعد معاها أوقات كتير أكتر من يوم، وبعدها بيرجع على القاهرة تاني. رجال الأمن قرر إن هي تعمل بحث وتحريات عن الجزار اللي اسمه شعبان ده، وتعرف إن هو بعد ما كان جزار كبير وبيكسب فلوس كتير، بدأ يمر بضائقة مالية وبقى عليه كمية ديون كبيرة، ودي حاجة مش طبيعية بالنسبة له. لكن في نفس الوقت هي معلومة مهمة جدا لرجال الأمن، لأن احتمال كبير يكون هو اللي عمل كده بسبب السرقة، والشك فيه بشكل عام كان لأكتر من سبب. أولا لأنه كان شغال جزار، لأن عملية الذبح وقطع الإيد اللي تتم بالبساطة دي وبالشكل المحترف ده لازم تكون من حد متمرس على مسكة السكينة. والنقطة التانية بسبب ظروفه المادية الصعبة جدا، احتمال كبير يكون فكر في السرقة، وفعلا يتحرك رجال الأمن على منطقة الشرابية ويقبضوا عليه وهو قاعد بشكل طبيعي في محل الجزارة بتاعه. واللي أكد لرجال الأمن إن هو أصلا ما سافرش البلد من أكتر من أسبوع، وعنده أكتر من شاهد على الموضوع ده، لحد ما يواجهوه رجال الأمن بشاهد من منطقته اللي قال إن هو شاف شعبان نازل من بيته الساعة 4 الفجر في نفس يوم الجريمة، وده ميعاد عمر ما شعبان نزل فيه بشكل طبيعي. ده غير إن في أدلة تانية من موقف المواصلات العامة إن في عدد كبير من الشهود شافوه وهو بيركب من الموقف عشان يسافر على المنوفية. فلما شعبان يلاقي إن مفيش أمل، يقرر إن هو يعترف ويقول لرجال الأمن إن هو فعلا اللي عمل كده. بس ضروري نفهم هو إيه اللي حصل بالظبط، وإيه اللي وصل شعبان إن هو يعمل في كوثر وسعدية كده. شعبان يقول إن هو قتلهم لأنهم دمروه بالسحر، وحكى لرجال الأمن اللي حصل بالظبط. شعبان لما عاش في القرية بعد ما اتجوز، شعبان بدأ يشوف مراته وهي بتروح على بيت كوثر وسعدية، وده كان بيحصل أكتر من مرة، وهو طبعا كان عارف هما مين وبيعملوا إيه بالظبط. وبعد فترة بدأ شعبان يتوهم إن هو بيحصل له حاجات غريبة، وإن هو مش قادر يبعد عن مراته، وبقى عنده إيمان إن كوثر وسعدية عاملين له سحر اسمه سحر الربط، وده سحر مراته اللي طلبت تعمله علشان تربطه وما يقدرش يبعد عنها خالص. ساعتها شعبان يقرر ان هو يروح لكوثر وسعدية علشان يسألهم هل هو مسحور ولا لا. وطبعا عشان كوثر وسعدية نصابين وجزء كبير من شغلهم ان هم يوهموا الناس ان هم مسحورين، كان لازم يقولوا له ان هو فعلا مسحور وان العلاج بتاعه عندهم، وان هم اللي عملوا له السحر وهم بس اللي يقدروا يفكوا السحر ده. واكدوا عليه ان هو فعلا معمول له سحر الربط، وان مراته جابت حاجات كتير من قطره علشان كده السحر كان قوي جدا، وإن هم عشان يفكوا السحر ده الموضوع محتاج فلوس وطلبات كتير. ومن هنا دخل شعبان في دوامة الدجالين والنصابين، وبدأ كوثر وسعدية يطلبوا من شعبان طلبات وفلوس ملهاش آخر، وكل مرة يقولوا لشعبان إن دي آخر مرة يتحججوا بحاجات تانية ويطلبوا منه طلبات تانية ملهاش آخر، بحجة إن السحر اللي معمول لشعبان قوي جدا، وعلشان يبطلوا السحر ده الموضوع كان صعب. وبسبب كده شعبان خلص كل فلوسه، وكمان بقى مديون لعدد كبير من الناس، واللي بسببها بقى مضغوط نفسيا جدا بشكل كبير، مرة بسبب تفكيره الكتير في الفلوس اللي ضاعت منه، ومرة بسبب تفكيره في السحر الاسود اللي كان معمول له. ومن هنا ما كانش فيه حاجة بتدور في دماغ شعبان غير ان هو ازاي هيتخلص من الموضوع ده، وكانت كل الافكار اللي بتدور في دماغه ان هو ينتقم من كوثر وسعدية لان هما اللي وصلوه لكده. وشعبان كان مقتنع ان هو لو قتلهم هينهي على السحر اللي كان معمول له خالص. ساعتها شعبان حسم الامر وقرر ان هو هيقتل كوثر وسعدية، وساعتها فكر في الخطة وفكر هيعمل ده ازاي من غير ما يكون متهم. وفعلا شعبان قرر وخطط كل حاجة هتمشي ازاي، وجه يوم التنفيذ. وساعتها شعبان سافر قبل الفجر من القاهرة، ووصل الساعة 6 الصبح لبيت كوثر وسعدية. خبط عليهم، ولما كوثر فتحت له الباب قال لها ان هو جاب لهم الطلبات اللي هي كانت طالباها منه علشان يفكوا له السحر. وبمجرد ما كوثر ادت لشعبان ظهرها، هجم شعبان عليها وكتم نفسها وطلع السكينة من الجلابية اللي كان لابسها وقام دبحها ورماها على الأرض. وهو على حد وصفه في الاعترافات قال بالنص ان هو شافها على الارض وهي بترفرف زي الدبايح، واللي بسبب صوتها ده صحيت اختها سعدية
اللي شعبان فاجئها وقام هجم عليها هي كمان وقام دبحها جنب اختها. ولما اتاكد ان هم ماتوا حاول شعبان ان هو ياخد الخواتم والغوايش الذهب اللي هم كانوا لابسينهم واللي كانت فعلا كتيره جدا، بس لقى ان هو من الاسهل ان هو يقطع ايديهم وصوابعهم عشان ياخد الذهب بطريقه اسرع. وبعد ما خلص دخل اوضه النوم واخد الفلوس اللي كانت موجوده وهرب. شعبان كان مجهز كل حاجه، وبسبب كده كان مجهز نفسه ولابس جلابيتين فوق بعض عشان كان عارف ان واحدة فيهم هتتغرق بالدم طبعا. وفعلا بعد ما خلص الجريمة قلع الجلابية اللي فوق، واول ما خرج من البيت رميها في اقرب مصرف صحي ورجع على القاهرة تاني. شعبان كان مقرر ان هو يسافر من الشرابية للمنوفية في وقت الفجر ويوصل الساعة 6 الصبح، وده لانه عارف ان هو في الوقت ده الناس كلها هتكون نايمة. وده كان هدفه الاساسي، ان محدش يعرف او يكون عنده دليل ان شعبان وقت الجريمة كان موجود في القرية اساسا، لانه تعمد في اليوم ده ان هو يقعد مع الناس اللي موجودة عنده في الشرابية وقت طويل جدا، وكان بيحاول يثبت كل شوية ان هو موجود في الشرابية. شعبان بسبب احترافيته خلص الجريمة كلها في 15 دقيقة بس مهما كان فاكر نفسه ذكي ومخطط للجريمة كويس إلا إنه اتقبض عليه ومثل الجريمة بالتفصيل، وطبعا بعد المحاكمات اتحكم عليه بالإعدام. طبعا كل الأحاسيس اللي كانت عند شعبان كلها بسبب الجهل، وكوثر وسعدية واللي زيهم بيلعبوا دايما على نقص الإيمان اللي عند الناس، وزي ما اختاروا إن حياتهم تمشي بالخداع والنصب والضحك على الناس برضه نهايتهم كانت منطقية ولايقة عليهم. وما ينفعش نقول إن شعبان كان تحت تأثير الضغط النفسي، لكن في الحقيقة إن شعبان ما كانش قريب من ربنا خالص ولا فكر إن هو حتى يعمل كده حتى لو لمرة. أشوفكم في حلقة جديدة، ما تنساش لايك شير سبسكرايب. سلام.